الحلقة ال11 من برنامج بسمة عمل. أكبر غلطة بيقع فيها المدير في أول شهرين. لو لسه واخد منصب مدير غالبا بتحاول تثبت إنك قدها، تصحى بدري، تمسك كل حاجة بنفسك، تبين إنك قوي ومسيطر وعارف كل التفاصيل. بس خليني أقولك الحقيقة دي كتير بيقع فيها. أكبر غلطة بيعملها المدير في أول شهرين هي إنه يحاول يعمل اللي أنا قلته فوق، البطل الوحيد. أنا شفتها كتير. مدير جديد يمسك فريق، يخاف يطلب مساعدة، ما يسمعش للناس، ويفتكر ان كل حاجة لازم تعدي من تحت ايده عشان الناس تحترمه، والنتيجة بيتعب جدا، بيتشد جدا، والفريق يحس انه محاصر وان مش مسموح له يتحرك من غير اوامر. كل ما الوقت يعدي الثقة بتتآكل والناس بتبعد. انا احكي لك حكاية مهمة جدا عن نادين. نادي ترقت مديرة التسويق لفريق. انا احكي لك عن نادين اترقت مديرة تسويق لفريق كان شغال معاها قبل كده، بس أول ما مسكت غيرت طريقة تفكيرها 180 درجة. قرارات لوحدها ومش سريعة، تكميم أفواه، كانت فاكرة إنها كده بتثبت قوتها. بس بعد شهرين فريقها بدأ يتكلم عليها من وراه، المعنويات وقعت والمخرجات قلت. في يوم مديرها نده لها وقال لها انت مش محتاجة تشتغلي أكتر، انت محتاجة تسيب الناس تشتغل. ورسالتي ليك النهاردة، القيادة مش انك تلم كل حاجة، القيادة انك تبني ناس يعرفوا يشتغلوا من غيرك ويثقوا في نفسهم. نصيحتي ليك النهاردة بقى في اول شهرين ليك كمدير، اسمع اكتر ما تتكلم، اسأل اكتر ما تحكم، شارك اكثر ما تفرض. الناس ما بتحبش المدير اللي بيكتم انفاسهم، لكن بتحترم المدير اللي بيخليهم جزء من اللعبة وبيقول على لعبتهم الحلوة برافو عليك، لعبة جميلة. سؤالي النهاردة، لو سألت فريقك وقلت لهم حاسين اني سامعكم بجد، باخد رأيكم، تفتكروا هيقولوا ايه؟ اسألهم واسمع من غير ما تدافع. اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج بسمة عمل.